هذا أغرب فيديو بتشوفه بيومك. القطة عاشت حياتها مع عائلة هندية، صارت ترفض الأشياء بهز رأسها فقط. شوفوا. الفيديو طريف وحقق شهرة واسعة وأثار إعجاب الكثيرين، ما قصروا هكروها هنود. الله يسعد أوقاتكم كل خير. هذا كان الفيديو الأول بمقطعنا اليوم. تعليقاتكم جدا تسعدني وتسر خاطري، ما أبي أطول عليكم، خلوكم مع باقي المقاطع. ثانيا، طيارة واقفة بالسماء، حرفيا استحالة طائرة تقف بالسماء، هذا وهم بصري يطلق عليها الإزاحة. شوف الطائرة وكأنها واقفة. شوفوا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. الطيارة واقفة يا ولد، شوف خل عيال نظر واقف الآن أمه شوف. هي بالحقيقة ما هي واقفة، ولكن ما هو واضح. من ضمن الأوهام البصرية هي السراب، تشوف السراب لحظات وتحسبه ما حرفيا، أو مثلا أثناء تحركك تحس أن القمر متزامن مع حركتك. وقوف الطائرة يعتبر من الأوهام البصرية برضو. كل الأحوال سبحان الله. ثالثا، هذه اللحظة لا تصدق. الرجل يصور الرعد بالسماء والغيوم، إلا أنه فجأة لاحظ مرور شايب عملاق بالسماء. حطوا لي يديكم على قلوبكم وشوفوا الفيديو. الفيديو غريب جدا، وش تتوقعون، حقيقي أو لا؟ رابعا، الحصول على رخصة في أفغانستان أسهل مما تتوقع. بكل الدول اختبارات صارمة للحصول على رخصة قيادة للسيارات عشان يضمنون سلامة الآخرين ويعلمون الغشمان القيادة، ولكن في أفغانستان المطلوب منك أنك تكون ممثل بارع فقط، تجلس على كرسي ويسألونك وين الكلتش والجير وكيف تدعس، واللجنة يقررون تستاهل رخصة أو لا. شوفوا. أنا ماني فاهم ليش يسوق وهو مغمض، بس ما عليه، الأمور سهالات، حتى ما يحتاج إنك تستخدم الدركسون، سوق وأنت مغمض والباقي على الله. خامسا، شخص بضحكة غريبة. أصدقاء جالسين بالكوفي، إلا أن المصور تفاجأ بضحكة صديقه الغريبة. شوفوا الفيديو. اسكتوا. وش يذكركم هالصوت؟ بكل الأحوال محظوظين أصدقاء هذا الشخص. هذا كم مقطعنا اليوم. إن شاء الله كان خفيف وبسيط وسريع ومختصر، وأتمنى أنه مشالك وقتك. بس أشكرك على المشاهدة ومع السلامة.